السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة ألولا. اليوم إن شاء الله اقتراح ديال كيكة أو تورتة روعة وهائلة شكلا ومذاقا، اللي هي كيكة ديال الموز والكراميل. واحد المذاق رائع كيجي فيها، كنقدروا نحضروها في الطاولات ديال العيد، طابلة ديال العراضة، الكوتي في الدار ولا معروضين ناخدوها معانا. انا صراحة كتعجبني بزاف لانها روعة في الشكل وفي المذاق، واللي دقها عندك ولا خديتيها معاك غادي يسولك على المقادير ديالها. نبداو ان شاء الله الوصفة ديالنا ونبديو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على الحبيب. بالنسبة للمقادير ديالنا غادي ناخدو 3 ديال البيضات، نوضعوهم في الخلاط الكهربائي، نضيفو لهم قبصة ديال الملح، وكناخدو واحد الكاس اللي غادي يكون هو العبار ديالنا. تختاري الكاس اللي عبرتي به السكر، غادي نعبرو به كذلك الزيت وكاس ديال الحليب، بالاضافه الى ياغورت من الاحسن انه يكون بنكهه الموز. غادي نضيفو الكاس ديال السكر ديالنا على البيض، وغادي نخلطو هاد المكونين مزيان حتى كيتجانسو لنا هاد العناصر، والبيض ديالنا كيرجع اللون ديالو ابيض فاتح باش تصدق معنا الكيكه وكتجينا خفيفه. من نشوفوا الخليط ديالنا اصبح اللون ديالو فاتح، غادي نفتحو على الخلاط الكهربائي وغادي نضيفو كاس ديال الحليب بنفس الكاس اللي عبرنا به، والكاس ديال الزيت تدريجيا مع الخلط المستمر. في هذه المرحله كنشعلو على الفران ديالنا على نار مهيله، ونكملوا الكيكه ديالنا بالاضافه ديال الياغورت اللي بقى لنا، نزيدو حتى هو وكنخلطو مزيان، نضيفو الزيت وكنستمروا في التخليط. من بعد غادي ناخدو هذا الخليط ديالنا نوضعوه في واحد الاناء باش ان شاء الله نضيفو له الدقيق اللي ضروري يكون مغربل من قبل، زائد 2 ديال الزا من وزن ديال 7 غرام. بالنسبه للعبار ديال الدقيق، انايا هنايا خدات لي 3 ديال الكيسان بنفس العبار اللي عبرت في الاول، يعني داك الكاس عبرت به 3 ديال الكيسان وضفتهم. نتوما كل وحده على حسب الدقيق ديالها كيف داير، تقدر تاخد معاك 2 كيسان ونصف اولا 3 كيما انايا. يعني القوام ديال الكيكه راه باين، ما كيكونش خفيف مرخوف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف، باش الكيكه كتجي ناجحه هشيشه ورطبه وخفيفه. كنستمروا في التحريك ديال الدقيق ديالنا. من كنشوفوا هنايا الكيكه في هذا القوام، غادي ناخذوا واحد المول اللي كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق، اولا كنفرشوا له ورق الطبخ وكنصبوا فيه الكيكه ديالنا، وغادي ان شاء الله ندخلوها للفرن باش نوجدوا لاصوص ديالها والموز اللي كيجي رائع. بقاو معايا ان شاء الله باش تكملوا الوصفه معايا. غادي نصبوا الخليط ديالنا في المول، ومن الاحسن اننا فاش كنكونوا نصبوه نعليو يدينا شويه الفوق، ندخلوا الكيكه ديالنا طيب على نار مهيله باش طيب مزيان، ماشي طيب غير من برا وتبقى لداخل باقيه خضره. ونمروا لاصوص ديالنا اللي كتجي رائعه، فيها نصف لتر ديال الحليب. انايا هنايا اختاريت انني ندير واحد النكهه ديال البسكوي، نتوما كل وحده وكيبقى على حسب الاختيار ديالها. تقدروا ديروا الفاني او لا الكراميل. غادي نضيفوا للنص يطرو ديال الحليب ديالنا واحد 3 معالق ديال السكر وفلان ديال الكراميل، نزيدو 3 المعالق ديال النشا، كنحركوها مزيان ونوضعوها فوق نار مهيله حتى كتعقد لينا لاصوص. من كنخرجوا الكيكه ديالنا كنقطعوا قطع ديال الموز وكنكبوا فوقها لاصوص من بعد ما كتعقد لينا. التزيين كيبقى اختياري، انايا زينتها هنايا بالكركاع ولا باللوز كونكاسي، وكنديروها في الثلاجه تبرد ولا تبات. كتجي من اروع الكيكات اللي كندير، بالصحه والراحه وفي وصفه اخرى ان شاء الله.